هقولك النهارده على وصفه هتخليكي تخسي وتنزلي من وزنك كتير جدا. كل الدهون المتراكمه هتنزل معاكي. الوصفه دي ممكن تخسسك حوالي كيلو كل اسبوع. المشروب بيشتغل على حرق الدهون في الاماكن الصعبه. الدهون ساعات بتكون موجوده في اماكن صعبه جدا ومش عايزه تتفتت. اهم حاجه ان الوصفه دي كلها من مواد طبيعيه ووصفه متجربه. تعالى اقولك هنعمل ايه، بس نمشي على المقادير كويس جدا. هنجيب معانا برطمان بلاستيك او ازاز، بس انا بفضل البرطمانات الازاز علشان بعد ما تخلصي الوصفه بتاعتك وحبيتي تستخدمي البرطمان في اي حاجه تانية. هنزل هنا بمعلقتين صغيرين من الجنزبيل البودر، وهنزل بعديهم بمعلقتين صغيرين من القرفه، وكل المكونات اللي معانا كلها بودر، وكمان معلقتين صغيرين من الكمون. كل المكونات دي حرقه جدا للدهون. ومش بس كده، ده لسه كمان في اهم مكون اللي بيحرق الدهون وبيعلي معانا معدل الحرق، بس هقول لكم في اخر الفيديو. هنرج البرطمان ونقلب كل المكونات دي كويس جدا. لازم نعملها ميكس كويس جدا مع بعض. وده شكل البرطمان بتاعنا بعد ما اترج. هقول لكم بقى طريقه الاستخدام. انا بستخدم منه ربع معلقه على كوبايه ميه سخنه الصبح، وربع معلقه على كوبايه ميه سخنه بالليل قبل ما انام. بس اهم حاجه لو حد عنده مشاكل في المعده لازم يستشير طبيب الاول قبل استخدام الوصفه دي. والوصفه دي بتستخدم بدون سكر، يعني ما نحطش سكر نهائي. جربي الوصفه دي لمده 15 يوم ووزني نفسك الاول، وارجعي بعد ال 15 يوم وزني نفسك. هتفوجئي ان الوزن بتاعك نزل، وفي اماكن فيها الدهون نزلت بطريقه انت مش هتتوقعيها. اهم حاجه ننظم كمان موضوع الاكل مع المشروب يعني نقلل من كميه السكريات، ونحاول ان احنا نقلل من كميه الرز والنشويات. زي ما انتم شايفين هنا بالظبط، انا استخدمت ربع معلقه على كوبايه ميه سخنه ومفيش سكر خالص. والمكون المحفز بقى للحرق والدهون دي، المكون الجبار، هو عصره ليمون. نص ليمون عليه. ويا سلام لو انت من هواة رياضة المشي، لو بتمشي كل يوم شوية صغيرين كده حتى لو نص ساعة، هتشوف نتيجة مذهلة. وبكررها تاني، اي حد عنده مشاكل في المعدة ما يجربش الوصفة دي. ربنا يديكم الصحة والعافية، مع السلامة.